السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ، وخير ما أبدأ به كلامي هو صلاتي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال. النهاردة معايا روتين عند أمي. رحت فقالت لي يعني علشان أقوم أعمل أكل للعيال وكده، فقمت جابت لي كبدة مقطع شرايح، وقالت لي يعني شوفي انت اعمليها بأي طريقة انت عايزاها. فأنا رحت قمت كده، كنت عندي يعني طريقة بيعملوها في المطاعم اللي هي بتتباع برا، يعني السندوتشات وكده. فقلت أجربها وإن شاء الله يا رب تعجبكم، يعني يكون الفيديو كده حلو كده والأكلة تعجبكم إن شاء الله. بس جبت الكبدة وطلعتها، طبعا غسلتها خالص كذا مرة، وبعد كده لينتها في خل وملح وسبتها شوية عشان تنزل كل الدم اللي فيها، يعني او اي حاجة فيها وحشة تنزل. سبتها شوية كده متلينة في الخل والملح لغاية لما لقيتها نزلت كل اللي فيها. بعد كده رحت غسلتها برضو تاني غسلة كويسة خالص عشان ما يبقاش فيها اي حاجة. بعد ما بتتغسل لما اكون حطاها في ميه بملح وخل وكده، يعني بتنزل كل حاجه تبقى نظيفه زي الفل. بس فرحت، كان عندي توم كده برضو، فصصت توم ودجيته وحطيت عليه قرن فلفل اخضر حراج يعني، وحطيت ملح وكزبرة وشطة وكمون. اهم حاجة طبعا الكبدة بتحب الكمون خالص، بيديها طعم كده حلو يعني. ودجيت كله ده مع الثوم والفلفل زي ما انتوا شايفين كده، دجيته خالص خالص. بعد ما غسلت الكبدة طبعا، بعد ما لينتها في خل وملح وغسلتها كويس، يعني بغسلها هنا هو برضو تاني. يعني لازم برضو ايه الواحد يبقى الاكل ده بيبقى امانة، ولازم الواحد بيبقى ايه يعني يعمل اقصى جهده ان الحاجة تبقى نظيفة والاكل يبقى نظيف. ما يبقاش فيه يعني اهمال ولا اي حاجه، غير طبعا اكل البيت بيبقى غير بره خالص. يعني في البيت بنبقوا بنحافظوا على الحاجه نظيفه، يعني بنحافظوا ان احنا نعمل الاكل نظيف وصحي. بس جبت حته، يعني قسمت التوم يعني على نصين كده، الكميه كلها قسمتها نصين. حطيت جزء كده في الكبده هي ونيه، وسبتها برضو ايه شوية، يعني برضو التوم مع الخلطة البهارات اللي هي حطها مع التوم والفلفل وكده. حطيت حتة كده على الكبدة وسبتها، يعني حركت كده ربع ساعة نص ساعة. المهم التوم بيدي طعم للكبدة، يعني لما بتبقى نية وتحط لها حتة تومة كده وتسيبيها شوية حتى ما بتستوي ما بيبقاش لا فيها زفارة ولا فيها طعم وحش ولا أي حاجة. والله ما شاء الله بتبقى زي اللي بتباع بره في المحلات، يعني زيها بالظبط. يعني انا العيال عندي بيقولوا ماما طعمها حلو خالص زي اللي بتتباع بره في المحلات. الحمد لله، ربنا يحسن ما بين ايدينا ان شاء الله. وان شاء الله الطريقة برضو تعجبكم، يعني هي برضو الطريقة بسيطة خالص على كد يعني، بس يعني هي والله بتطلع حلوة خالص. وكل لو حد هيجربها ويعني يحاول نعمل نفس الطريقة والله هتطلع معاه حلوة خالص. يعني في ناس كتير بتعملها بنفس الطريقة دي، وبيعملوا يجيبوا مثلا عيش فينو ويعملوا سندوتشات، بتبقى بصراحة جميلة خالص خالص، طعمها حلو. كفاية ان انت بتبقي عاملاها في البيت ومتأكدة من نظافة كل حاجة، يعني بتغسلي كل الادوات اللي بتحطيها، كل المكونات بتاعة الوصفة بتبقى مغسولة نظيفة خالص. يعني احنا برا ما نضمنوش الحاجة اللي بتتعمل بيبقى فيها نظافة، ما بيبقاش غاسلين الحاجة، الله اعلم يعني. لكن الحاجة اللي بنعملوها في بيتنا وعلى ايدنا بنبقى واثقين من نظافتها. وطبعا اي حاجة بنحطوها بنبقى عارفينها ان هي نظيفة، وبنغسله مرة واتنين وتلاتة لغاية لما نوصلوا للنتيجة اللي هي تبقى كويسة خالص يعني. هنا قطعت 3 بصلات وحطيت عليهم ملح يعني كده عشان البصلة ريحتها ما تغيرش برضو. وجبت زيت ذرة، يعني حطيت على البصل زيت ذرة وفضلت ايه اشوح في البصلة، ما اخليهاش تحمر برضو. زي ما انتوا عارفين ان البصلة لما بتحمر ما بتبقاش ليها طعم، يعني تبقى يا دوبك هتبتدي كده ان هي تدبل.
يعني اخد كام جليبة كده فيها، مش كتير يعني، هي لسه كده نية. فانا بجلب فيها شوية لغاية لما لقيتها خلاص هتدبل. الجزء اللي هو كان باقي من التوم حطيته على البصلة قبل ما تحمر خالص. يعني هي كده يعتبر ان هي ايه، يعني نص كده ايه حميرة، يعني ما يعني يا دوبك تدبل كده. حطيت حتة التومة برضو. يعني كان بصراحة ما شاء الله الريحة بتاعت الأكل، يعني ما شاء الله جميلة خالص خالص خالص. بس فعطيتها برضو تجلبتين برضو، ما فيش حاجة يعني تحمر خالص، كله كده يبقى يعني لسه البصل بيبقى فيه زي مية كده بتدي طعم للأكل، والتومة نفس النظام. ما تحمرش يعني، يا دوبك بس هتدبل كده حاجة بسيطة خالص خالص. وبعد كده هو بحط يعني شوية خل كده على التوم والبصل. دي بقى التكاية دي بتاعت المطاعم، يعني هي دي اللي بتحلي اكل المطاعم، ان هما يعني بيهتموا بالحاجات دي خالص. بس بعد كده هو بحط عليها شوية بهارات تاني، يعني شوية كمون وشوية ملح واللي متوفر عنديكي يعني. اهم حاجة الكمون في وصفة الكبدة بيديها طعم وريحة حلوة خالص. بس يا دوبك كده هو رحت كبت عليهم الكبدة زي ما انتم شايفين، الكبدة ما شاء الله يعني ما فيهاش اي حاجة وحشة، مغسولة مرة واتنين وتلاتة وعشرة. بس حطيت الكبدة وعليت النار عشان يعني الكبدة تاخد زي صدمة كده. ما جلبتش غير بعد ما حسيتها ان هي ايه خدت صدمة كده من تحت. جلبتها على الناحية التانية عشان برضك ايه الناحية التانية تاخد صدمة كده و... وتبقى يعني تعرف ان انت تقلبي فيها وكده. بس عندما جلبتها الناحية التانية بقى علي النار برضو تاني عشان ايه يعني تبقى النار عالية بتديها صدمة يعني كده هو بتبقى حلوة. بس لميت هنا بعد ما خلصت طبعا قطع الكبدة والحاجة، لميت الحاجة اللي كانت على الحوض وغسلت الحوض ونظفت مطرح ما كنت شغالة يعني على الحوض. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم. معلش هي على كد حالنا، يمكن احنا شايفين ان هي كويسة بس هي على كد حالي يعني. بس ان شاء الله هتطلع، اللي هيجربها كل هيجربها هتعجب الوصفة وهتطلع جميلة، وان شاء الله تبقى وصفة حلوة كده والكل يعني يجربها. طبعا احنا داخل علينا شهر رمضان فكل يوم عايزين حاجة يعني مختلفة. جبت كده فلفل اخضر حراج يعني عشان يعني الكل طبعا كان طالب انها تبقى حراجة، يعني يبقى الفلفل فيها من النوع اللي هو بيبقى حراج، في فلفل بيبقى مش حراج وفلفل حراج. بس فقطعتهم، بس الفلفل انا ما بحطهوش غير لما خلاص الاكل احس ان هي خلاص استوت. هي الكبده ما بتاخدش وقت يعني في السوى، بس ما ينفعش احط الفلفل من اول الوصفه، يعني الفلفل بحطه اخر حاجه. علشان برضو ايه ما يعني ما يعملش ما يخليش الاكل ممرر. هو بياخد يا دوبك تشويحتين بساط خالص، وبعد كده بتكون الكبدة استوت اصلا، يعني يا دوبك جليبة والتانية وخلاص ويبقى كده استوى. بس ما شاء الله الريحة يعني كانت والله ما شاء الله كانت حلوة خالص وريحتها جميلة وبصراحة يعني كل اللي كل منيها يعني عجبته وقال عليه انها حلوة، يعني طعمها حلو. الحمد لله ربنا يصلح ما بين ايدينا ان شاء الله. واتمنى انكم تجربوا الوصفة دي. يعني اكيد الاغلبية بيعرف ان هو يعملها كده وبتطلع معاه حلوة والنتيجة بتبقى مرضية وبتعجب اللي بياكلها. هنا كان في شوية مكرونة عند امي يعني من الاول، فجيت لي سخنيها مع الاكل عشان العيال ياكلوا وكده، فروحت حطيتها على البوتاجاز برضو سخنتها. وكان في دمعة برضو بتاعت صلصة يعني بتاعت مكرونة، كله سخنته وحطيته يعني على بعضه كده. وجبت الكبدة وحطيتها برضو مع الأكل، وكانت أكلة ما شاء الله والله وقضت كل الموجودين. يعني أنا وعيالي وأمي وأختي وعيالها وكله ما شاء الله بالألف هنا والصحة كده على قلبهم، كله كل والكل كان مبسوط والله. والحمد لله الواحد بيفرح لما بعمل حاجة وبتعجب يعني الناس اللي تاكل. يعني انا ببقى مبسوطة ان الحاجة طلعت كويسة والناس يعني اللي داقت منيها عجبتها الحمد لله. بس هنا كنت خلصت الكبدة وغرفتها في طباقة. طبعا الريحة انا مش عايزة اقول لكم على ريحتها، والطعم برضو كان ما شاء الله حلو خالص، والمكرونة برضو كانت حلوة. والف هنا والف صحة على كل اللي كل. وان شاء الله اللي يجرب الوصفة هتعجبه. وما تنسونيش في الدعاء.
وان شاء الله ربنا يبارك لي في كل حبايبي اللي معايا في الصفحة، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويرزقنا من اوسع ابوابه. واشوفكم على خير يا رب ان شاء الله. واتمنى انكم تسيبولي لايك وتعليق حلو، وربنا ان شاء الله يبلغنا رمضان واحنا في احسن حال باذن واحد احد. الايام اللي جايه دي ايام كلها خير وبركه، وربنا يبارك لنا في شعبان يا رب ويبلغنا رمضان. وكل يوم في رمضان هيبقى فيه اكل جديد ان شاء الله وخير كتير باذن الله. ربنا يوسع الارزاق، اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.